تعالى اقولك بقى الحاجات اللي بدأت اهتم بيها اكتر قبل ما انزل اكون عارفة انا ايه اللي ناقصني وايه اللي فعلا محتاجاه وايه اللي ممكن اقدر استغنى عنه او اجله شوية. عايزة اقول لكم كمان حاجة مهمة جدا، ان التوفير مش معناه بخل خالص ولا حرمان. انك تشتري حاجات قليلة مش معناه انك مقصرة في بيتك، وانك كمان اشتريتي حاجات كتير مش معناه برضو ان انت وفرتي او جبتي كل احتياجاتك. الفكرة كلها انك لما تشتري اللي بيتك محتاجه فعلا بالقدر المناسب ليكي وفي الوقت المناسب ليكي. لان مهم جدا ان المبلغ، عايزة اقول لكم لو معاكي مبلغ لو صرفتيه كله بشكل عشوائي ممكن يخلص وما تكونيش اصلا جبتي الاساسيات او جبتي الحاجة اللي فعلا انت محتاجاها. ولكن لما تكون ان انت منظمة وعارفة كل جنيه بيروح فين هتقدري وهتعرفي فرق بين الحاجات اللي انت محتاجاها فعلا والحاجات اللي انت نفسك فيها. وعشان كده النهاردة يا بنات جاية اقول لكم على المشتريات والحاجات اللي كانت ناقصاني وازاي حاولت اشتري احتياجات بيتي من غير ما اهدر كده في مصروف البيت. كمان في وسط المشتريات هقولك على فكرة تساعدك ان شاء الله في مشترياتك الجاية بإذن الله. يلا بينا نشوف جبت ايه. حبايب قلب اخواتي الامارات، لو اول مرة بتشوفوني معاكم اختكم هبة. اتمنى يا رب القناة تعجبكم والمحتوى اللي بقدمه يعجب حضراتكم، وشكرا لكل بنت تعلقت معايا. يا رب كل ايد بتصلي على النبي وتكتب كومنت حلو او دعوة حلوة يا رب يرزقها بزيارة الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. واول حاجة بقى يا بنات اشتريتها وهو كيلو اللحمة دوت. كان في جزار كويس عند اختي فكان عامل التسعيرة كده 300 جنيه الكيلو. وطبعا قلت يعني اجرب ليه لا، فقلت له هي هتاخد وقت كبير يعني في السوا. راح قال لي لا انا هديكي حته كويسه ومش هتاخد معاكي ان شاء الله وقت خالص في السوا. وبالفعل يا بنات انا جبت الكيلو دوت وعملت منه، يعني انا قسمته كده على مرتين. اول طبق كده يعني خليت كل طبق فيه 6 قطع. عايزه اقول لكم بقى ان هو كانت في قطعه كبيره كده، حاولت ان انا اقسم كل قطعه 2 بحيث ان كل طبق معايا يكون فيه 6 قطع يعني. كمان عايزاكي من الحاجات اللي انا بقيت استفاد منها، عايزاكي كمان انت كمان تستفادي منها. قبل ما تنزلي تشتري الحاجه اسالي نفسك سؤال بسيط جدا. قولي مثلا هل طب انا من الحاجه ديت فعلا انا عايزاها وفعلا انا محتاجاها ولا لا. السؤال ده لوحده بيفرق معاكي جدا. في ساعات لما بنشتري الحاجات مش محتاجينها بعد كام يوم بنلاقي ان نفسنا فلوسنا راحت على الفاضي ونقول راحت فين الفلوس وجت منين. خلي عندك هدف ان انتي شنطة المشتريات ما تبقاش مليانة، لا، ان هدفك ان الحاجة اللي في الشنطة دي تكوني فعلا محتاجاها او تكون فعلا ناقصة في البيت. وكل جنيه انتي بتدفعيه تعرفي انتي الجنيه ده رايح فين للحاجة فعلا انا محتاجاها ولا لا. هقول لك هو ده التوفير الحقيقي، انك مش تشتري اقل ولكن ان انتي تشتري اذكى والحاجة اللي انتي محتاجاها فعلا. طيب هنا خلاص يا بنات قسمت كده الاطباق اللحمة واطباق البانيه وخليتهم كده في الفريزر. اما بقى تعالوا اقول لكم على الطماطم. اسعار الطماطم هي كيلو ب10 جنيه ولكن ده قالت لي الكيلو ب6.5 يعني هعبهولك. هي اللي تنقيه يعني يا بنات تعبية كده زي نظام تعبية. قالت لي خدي ال3 كيلو على 20 جنيه. فقلت لها خلاص تمام يعني. فالطماطم طلعت كويسة يعني. الكيلو ونص كان ب10 فجبت بال20 جنيه. والخيار يا بنات الكيلو كان عامل 15 جنيه فجبت كيلو من الخيار. زي ما انتم شايفين الأسعار دلوقتي الطماطم ما بين 10 وما بين 12، لكن دي كانت نظام طماطم تعبية كده فقالت لي خديهم يعني قلت زي بعض ما فيش مشكلة. البتنجال الرومي يا بنات الكيلو كان عامل 10 جنيه برضو فجبت كيلو كده. بصراحة بيبقى حلو قوي ما بستغناش عنه، من الحاجات اللي بتبقى أساسية معايا والحاجات اللي بتفرق معايا جدا. ممكن بعمل منها بابا غنوج، بدخلها في أكلة مسقعة، بعمل منها بتنجال مخلل. يعني بصراحة تحفة في البيت وبيبقى حلو في التلاجة وبحبه وفي كل حاجة بتعرفي تدخليه فيها. الملوخية كمان يا بنات الكيلو ب15 جنيه. انا قلت لها وزني لي كده بال10 جنيه على بعض يعني كيلو الا حاجات بسيطة. فراحت وزنت لي الحبة دول كده بال10 جنيه.
كمان انا ما بحبش اجيب خضار كتير قوي في الصيف، علشان خاطر الصيف بيكون الحاجة بتخسر بسرعة، وخضار الصيف يعني ما بيبقاش احسن حاجة. فبحب اجيب اللي انا محتاجاه بس، يعني مش اكتر. بالنسبة بقى للبطاطس وللبصل، انا الصراحة عندي يا بنات جايبة كمية كويسة قوي ولسه متاح عندي، فطبعا ما جبتش. لكن بالنسبة لأسعارهم، عشان في ناس بتقول لي يا هبة لما بننزل ما بنبقى عايزين نعرف الأسعار عاملة ازاي. البصل يا بنات فيه ب10 وب12، والبطاطس طبعا فيه ب20 وب22 ونص. اما بقى جبت بعض الحاجات كده اللي تنفعني برضو في الفطار. جبت نص كيلو من جبنة القريش يا بنات، الكيلو كان عامل 80. فلما قلت لها نزلي لي شوية قالت لي طب ده هي بره ب100 جنيه. فطبعا جبت نص كيلو بال40، وجبت كمان 10 بيضات، البيضاية ب4 جنيه الحمرا، والبيضة كانت عاملة حوالي 3 ونص. فالبيض الأحمر يا بنات 10 بيضات كانوا عاملين 40 جنيه بالظبط. هدخل بقى في المنظفات. بصراحة يا بنات ما يعني الدنيا ماشية بقى، طبعا دخلت مدارس وكتب خارجية والكلام دوت زي ما انتوا عارفين. فالواحد يعني بيحاول يمشي نفسه بقى الاسبوع باسبوعه كده كل شهر، يعني علشان خاطر ايه نجيب الحاجات يعني على قدر المستطاع اللي احنا محتاجينه. فطبعا ما هقدرتش في المنظفات، انا جبت الحاجات الاساسية اللي فعلا محتاجاها، وبصراحة يعني ما مرضتش اكتر يعني منها. جبت كيلو الرابسو دوت يا بنات، هو رابسو زي ستار كلين كده، الكيلو ب40 جنيه سايب. فانا جبت كيلو كده زي ما انتوا شايفين، حلو قوي. وفي سوبر حاجة كده برضو بيبقى حلو وبيمشي معايا الدنيا، يعني هو نفس الشنطة اللي انا بجيبها، بس الفرق ان الشنطة اللي انا بجيبها دي 2 كيلو على بعض يعني. لكن انا جبتها سايبة كده، هو بيكون عنده شكارة كبيرة. جبت كمان كيلو صابون يا بنات، ده كان ب10 جنيه الكيلو. طبعا بستخدم اكتر من كيلو، بس انا كان عندي حوالي نص كيلو من الصابون متبقي، فقلت هجيب اللي انا يعني على قد اللي انا محتاجاه بس. من هنا للاسبوع لما يخلص هنزل اجيب الحاجات التاني اللي انا محتاجاها. اهو ده النص كيلو اللي انا قلت لكم انا عندي يعني بواقي صابون. وجبت كمان السلكة الخشنة دي، ما بستغناش عنها، بتبقى حلوة قوي معايا. دي كانت عاملة 7 ونص بس يا بنات. دي بالنسبة للحاجات المنظفات اللي انا جبتها. انا بقى جبت التومين، وده بصراحة بينفعني جدا في الزيت والسكر، يعني بقعد حوالي اسبوعين كده ما بشتريش لا زيت ولا سكر. وكمان باخد معايا كيسين مكرونة كده زيادة. يعني عايزة اقولك بصراحة يعني بينفع، اللهم ديمها علينا نعمة واحفظها يا رب من الزوال. بصراحة يعني الموضوع بيفرق معايا. الفرق بقى طبعا الفلوس دي بتتحط في مكان تاني يا بنات. عايزة اقولك بقى من الحاجات اللي انتي بتتعلميها وانتي بتنزلي تشتري حاجتك، الاول قسمي كده قايمة لاساسيات وممكن تتأجل ومش ضرورية. يعني قسمي كده حاجتك وشوفي ايه الحاجات، بعد ما تكتبي كل حاجة انتي محتاجاها شوفي ايه هي الحاجات اللي ممكن تتأجل، وكمان شوفي ايه الحاجات اللي ممكن مش ضرورية. خليني اقولك ان انتي لو نزلتي بأي مبلغ في السوق هترجعي من غيره. فطبعا يا بنات دلوقتي الاسعار غالية والعيشة بقت صعبة، فالواحد يعني يحاول على قد ما يقدر يقدر ينظم نفسه. هو مصروف البيت اللي الواحد اصلا بيجي عليه، ومصروف الحاجات بتاعت الحاجات اللي احنا محتاجاها، هي دي اللي بنقدر نوفر منها واللي بنيجي عليها يعني. وبرضو بند الخضار، الحاجات برضو دي بنشوف ايه اللي احنا محتاجينه وبنقدر نجيبه. مش عايزاكي تشتري الحاجة لمجرد ان انت اشتريتيها، عايزاكي تقارني الاسعار. ما تجيبيش الحاجة بكمية، ما تجيبيش اي حاجة كبيرة وخلاص عشان تقولي يوفر معاكي او كمية كبيرة. لا، اشتري على حسب الاكل اللي انت هتعمليه، بدل ما تشتري مكونات كتير وبعدين تحتاري اصلا ان انت هتطبخي ايه. عايزاكي كمان تسيبي مبلغ صغير كده للطوارئ، عشان لو في حاجة أساسية انتي محتاجاها ما تكسرش معاكي بعد كده ميزانية البيت. كمان عايزة اقولك برضو من الحاجات اللي انا بقيت اعملها مؤخرا، ان انا بحدد المبلغ اللي انا هشتري بيه وبنزل. ليه بقى؟ علشان خاطر يعني ما تعودش ان انا اشتري حاجات مش ضرورية. خليني اقولك لو كل اسبوع اشتريتي حاجات مش ضرورية هتلاقي نفسك خلصت الفلوس. فطبعا يعني انا بحاول ان انا اديكي افكار عملية
وبحاول ان انا اوريكي فعلا حاجات انا بعملها. يعني انا عندي شويه مكرونات وشويه رز يمشوني الاسبوع ده، انا منزلتش اجيب خزين البيت لمجرد ان انا خدت مصروف الاسبوع، ولمجرد ان انا واخده خلاص خزين المصروف، فانا هبدا بقى اجيب كل حاجه اللي انا معتاده ان انا اجيبها، او ان انا انزل هجيب خضار ولحوم وفاكهه، واجيب مثلا الحاجه الخزين اللي انا بجيبه. لا، انا شفت ايه اللي موجود عندي وببدأ ان انا اجيب يعني الباقي الحاجات اللي ناقصة. صدقيني المبلغ اللي انت هتوفريه او هتشيليه هو معروف اصلا هيروح فين. انت فاهماني؟ لان احتياجاتنا كلها مش بس في الخضار وفي الاكل والشرب، لا احنا محتاجين حاجات كتير تاني، وولادنا كمان محتاجة حاجات كتير تاني ممكن من الاباء ما يقدروش ينفذوها كلها. فطبعا انتي واحدة وهو واحدة، انتي بتشيلي حاجة، هو بيشيل حاجة، انتي بتجيبي شوية حاجات هم محتاجينها بتسنديهم برضو. في نفس الوقت انتوا شايلين الدنيا كده مع بعض. انتي فاهماني؟ مهما كان المبلغ اللي انتي مثلا هتشيليه هتجيبي حاجة لولادك، فانتي كده برضو خفيتي عن البيت وعن مصاريف البيت. هو ده الحاجة اللي انا عايزة اوصلها لك. مش معنى ان انت تشتري حاجات قليلة فانت كده مقصرة في بيتك، او كده ان انت مش بتجيبي لبيتك اللي هو عايزه. لا، انت بتشوفي ايه اللي محتاج فعلا البيت وبتجيبيه، علشان ما تدخليش في دايرة كده انت يعني ايه لا غنى عنها. ومش بمعنى برضو ان انت لو جبتي حاجات كتير زي ما قلت لكم معناه ان انت كده وفرتي او جبتي كل احتياجات بيتك، لا. وعايزه اقول لكم والله التوفير مش بخل، والله يا بنات، هو التوفير مش معناه حرمان، هو ده التوفير الحقيقي، ان انت تشوفي محتاجه ايه وتجيبيه، وكمان تفلتري الحاجات اللي انت محتاجاها، تشوفي ايه الاساسي وايه اللي مش اساسي. داخلين على مدارس، ربنا يعينكم ويقويكم ويصلح لكم حالكم، وداخلين على دروس واحنا اتطحنا والله يا بنات. فعايزين ناخد بالنا من مصاريفنا وناخد بالنا من نفسنا، وربنا يا رب يصلح لكم حالكم جميعا يا رب. واسأل الله العظيم رب العرش الكريم على كل حد بيسمعني دلوقتي، يا رب ييسر لكم حالكم ويجعل دايما البركة والزيادة في بيتكم، ويا رب يرزقكم برزق حلال ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. شكرا جدا يا بنات لكل حد وصل معايا لحد هنا، ربنا يبارك لكم ويجازيكم خير عني. وشكرا جدا ان انتوا بتسمعوني لحد دلوقتي، انا بحبكم في الله. ويا بنات كده الفيديو بتاعي خلص، اشكركم جدا واشوفكم على خير في فيديو جديد، واستودعكم الله.